السلام عليكم، ازيك يا عمي؟ اهلا يا خالد يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله يا عمي، انت حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بخير يا ابني، اتفضل. ازيك يا خالد عامل ايه؟ انا الحمد لله كويس يا دهب، انت عامله ايه النهارده؟ لا بس انا زعلانه منك. يا ترى بقى من ايه؟ فضلت قاعده مستنياك قد كده على الغدا انا وبابا امبارح، ولا قطعتنا على الغدا وما جيتش. خلاص مش مشكله يا دهب. انا اسف والله، معلش كان غصب عني، انت عارفه امبارح انا كنت لسه راجع من السفر، وكانت الشقه فيها تكتيبات كتير، حقكم عليا. يلا يا دهب روح هات لنا حاجه نشربها. حاضر يا بابا. انا كنت عايز اتكلم معاك كده كلمتين يا ابني. اتفضل يا عمي. دلوقتي يا ابني انت ودهب ما بقيتوش صغيرين زي زمان علشان تفضلوا واقفين مع بعض وتتكلموا بحريتكم زي زمان لما كنتوا اطفال. اكيد انت فاهمني يا خالد. ايوه يا عمي فاهمك. فلو سمحت، انا شايف ان دهب متعلقه بيك جامد. عمي انت عارف ان انا وهي متربيين مع بعض، ايش كان بس ال10 سنين اللي انا سافرتهم. وبعد ال10 سنين يا ابني انت كبرت وهي كبرت، وكل واحد دلوقتي هيبقى ليه حياته. ما ينفعش ان انتوا تتعلقوا ببعض بالطريقة اللي انتوا فيها دي. انتوا خلاص ما بقيتوش اطفال. انا مستعد ان انا اتقدم لها يا عمي، انا بحب دهب من زمان. انا عارف يا ابني واخد بالي من تصرف دهب معاك، بس اللي انت ما تعرفوش ان مامتها الله يرحمها كانت موصية ان هي تتجوز ابن خالتها. طب ودهب موافقة؟ لا يا ابني، دهب ما تعرفش حاجة. ايه يا بابا الكلام اللي انا سمعته دوت؟ هي دي الحقيقة يا دهب اللي انا ما كنتش عايز اقولها لك غير في الوقت المناسب. ابن خالتك دي وصية مامتك ان انت لازم تتجوزيه. حتى لو انا مش بحبه ومش عايزاه يا بابا؟ بعد اذنك يا عمي، ما ينفعش ان هي تتجوز حد غصب عنها. دي وصية مامتها. معلش يعني هي مش موصياك ان حضرتك هتورثها كنبة ولا حتى مكتبة، ده جواز يعني عشرة. انا اسفه يا بابا، انا مش هقدر احقق لماما الوصيه بتاعتها. الظاهر ان انا دلعتك كتير يا دهب. يا بابا انا طول عمري شايفه ابن خالتي دوت اخويا، انا عمري ما فكرت ابدا ان هو يبقى زوج ليا. انا عندي فكرة تانية يا عمي. لو سمحت يا خالد خلي افكارك لنفسك، ما تتدخلش بيني وبين بنتي. انا اسف يا عمي، عن اذنكم. خالد، يا خالد، عاجب حضرتك كده يا بابا؟ خالد مشي. احسن برضه ان هو مشي، انت لازم تنفذي الوصيه بتاعت والدتك. انا اسفه يا بابا، انا قلت لحضرتك ان انا مش هقدر ان انا اتجوز ابن خالتي، وده كلام النهائي. دهب انا مش عايز اغصب عليكي. يا بابا انا حضرتك انا قلت اللي عندي. ما تخافيش يا ولاء، هخلي بنتك تنفذ وصيتك. يا خالد، هو انت ازاي كده تستغنى عني كده بكل سهوله وتسيبني وتمشي؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه دوت يا دهب؟ انا عمري ما استغنيت عنك، بس انت شايفة والدك كان عامل ازاي ومصر على قراره. بس لازم تكون عارف ان انا عمري ما حبيت ابن خالتي، طول عمري بنشوف بعض ان احنا اخوات. خلاص انا عندي فكرة يا دهب، ممكن تتصلي بابن خالتك وانا هتصرف معاه. اكيد لازم. كنت عاوزاني يا دهب، كلمتيني، يا ترى في ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا عمر، تعالى تعالى هعرفك على شخص. احب اعرفك يا عمر، دوت خالد، جارنا اللي كان بيلعب معانا زمان، انا مش عارفه ممكن تكون فاكره ولا لا. الصراحه مش واخد بالي. ازيك يا عم عمر؟ بس انا بقى فاكرك لما كنت بتيجي وتلعب معانا واحنا صغيرين، لما كنت بتيجي عند خالتك. ماشي مش مشكله، بس انتوا كلمتوني قلقتوني في حاجه. هو الصراحة في مشكلة كده كنا عاوزينك فيها. ممكن يا خالد اتكلم انا معاه؟ في ايه يا بنت خالتي؟ قلقتيني. بصراحه بابا لسه قايل النهارده ان كانت وصيه امي ووصيه والدتك ان احنا نتجوز، بس صدقني انا عمري ما شفتك يا عمر ان غير ان انت اخويا وبس. ايه الكلام اللي انت بتقوليه دوت يا دهب؟ عمر ما والدتي قالت لي حاجه زي كده. هو دوت اللي حصل. وانا دلوقتي انا راجع وعاوز اتقدم لدهب، ووالدها قال لي على الحكاية ديت. بصراحه يا عمر انا اتفاجئت. وانا كمان يا بنت خالتي اول مره اتفاجئ بالكلام اللي انت بتقوليه دوت. انا الصراحه انا في حياتي حب تاني خالص. انا عمري ما شفتك غير اخت ليا. خلاص تبقى اتحلت الحمد لله. ازاي بقى يا خالد؟ مفيش، هنروح لوالدك او لعمر، بس هو اللي يروح له ويقول له على كل حاجة، ويصرح له ان هو بيحب حد تاني، وكمان عاوز يتقدم لها. فعلا كلامك صح يا اخ خالد. تفتكر بابا هيوافق؟ انا بحب زميلتي وعمري ما هخطب غيرها. خلاص يبقى احنا مغلبين نفسنا ليه؟ خلاص ربنا يسهل.